هي بينا يعني خلينا بس ايه نطفو اللمبة دي بس الإضاءة تخف شوية. يلا بينا انا نازل دلوقتي اهو، رايح تكن سامت. هنشوف ايه الدنيا والناس بتحب تروح هناك تعمل ايه. انا بصراحة عندي فضول جدا 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 بصراحة يعني، وهحاول اقابل كام حد من صحابي. مش هحاول بصراحة اكون مع ناس غريبة علشان الموضوع الفلوجات ده مريب الى حد ما شوية مع بقية الناس. هنروح وهنشوف ايه الدنيا، ونتمنى اليوم بإذن الله يكون كويس. يا هلا والله، عامل ايه؟ زي الفل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. حاليا وصلت تكن سامت، بس الدنيا يعني انا حاليا تايه شويه. معايا تايهين. صديقي تايهين احنا الاثنين، مش هنقول حاجه، تايهين احنا الاثنين الصراحه. الى حد ما حضرت سيشن كانت عن ايه بقى لو فاكر؟ على هو الهيلث. كنت نايم، انت كنت نايم عن لا الهيلثي. لا، على الحاجات اللي عن هي كانت عن المنتل هيلث عامه، كانت سيشن عن المنتل هيلث. في البلازا هنا في زون عن الستارت اب، وكل شركه ستارت اب بتبقى نازله وبتعرض الفكره بتاعتها وبتعرض خدماتها، وهم بيجيت سبونسرز او بيشرحوا فكرتهم للناس وكده. هحاول ان انا اصور مع كام حد كده ونشارك اللحظات بتاعت تكنو سامت ديت. تيجي معانا؟ اعمل حركه. تعالى يا باشا. يلا بينا. هوبا رجعنا ليكم مع دكتور. ولا معانا يا جماعه ادهم محمد، البيزنس ديفلوبر بتاع دقه. لو حبيبي الله يكرمك لو تعرفنا سريعا دقه ايه ايه الفكره بتاعتها وبتعمل ايه وكده. احنا دقة اونلاين بلاتفورم ويب سايت اي كوميرس، بنبيع ادوات ومستلزمات الحرف اليدويه. بنبيع الرو ماتيريالز، مش بنبيع الاند برودكت. يعني بنبيع الخيط، الصبغه، الجلد، مكرميه، تطريز، كروشيه. مش بنبيع الاند برودكت يعني. بس احنا اول بلاتفورم على فكره في مصر تبيع الحاجات دي اونلاين يعني. عظيم جدا. اول بلاتفورم يا جماعه في دقه. اول بلاتفورم هو دقه للرو ماتيريال. لو حد بيعمل مثلا حظاظات، حد بيعمل الساعات بتاعت المحافظ اللي هي الجلود، حد بيعمل شنطه الجلد، الحاجات الكروشيه، المشغولات اليدويه، الحاجات دي كلها هتلاقوها على دقه بلاتفورم. الفكره جت ازاي؟ او يعني بجد برضه عايز اعرف الفكره جت منين. هي الفكره جت ان احنا عندنا جاب كبير قوي في السوق في مصر في موضوع الهاند ميد اونلاين. خصوصا ان احنا عندنا مراكز معينه بس هي بتبيع حاجات هاند ميد. عندنا مثلا هنا في اسكندريه نلاقي المنشيه، سبع بنات، وهكذا. في القاهره نلاقي المعز وهكذا برضو. لكن مش بنبيع بقى، او مش بيبيعوا اونلاين. فاحنا بنوفر تجربه الخدمه اونلاين، زائد ان احنا ممكن نجيب من كذا حته بسعر شحن واحد بس. عظيم جدا. كمان عندنا برومو كود تمام. تكني 10. هحطه لكم في الفيديو، هيظهر دلوقتي في الفيديو يعني. سبيسنج ده 10% خاص لحد تكني صامت يعني. عظيم جدا. يعني برضو البرومو كود معاكم لو عايزين برضو تخشوا وتشتروا من دقه. دقه كمان انا لما خدت كده حاجه سريعه كده في الويب سايت قبل ما اجي يعني، في كيتات كامله على بعضها مثلا لصناعه الجلود، كيتات لحاجات كده، صح ولا لا؟ دي حقيقه يعني. فبرضو لو حد عايز ياخد الكيت كلها الحاجه على بعضها، طبعا ده هيبقى اوفر بالنسبه له واسرع، بدل ما هو يختار حاجه على الموقع يعني. فتشيك برضو الكيتات ديت، ونتمنى ليكم الانتشار. بصراحه فكره رائعه جدا. هسيب لكم برضو كالمعتاد اللينك بتاعهم في الديسكربشن وفي اول كومنت على الفيسبوك. شكرا ليك يا ادهم، ويتبع يلا بينا. وانا حاليا في تكنو سامت، المكان التاني البو. بيتكلموا عن حاجات بصراحه انا كنت فاكرها فرقعات سوشيال ميديا بس مش موجوده على ارض الواقع، ولكن انا اتفاجئت ان هي موجوده على ارض الواقع. معانا الاستاذ محمد عصام، سي او البو. البو هي ستارت اب بتحاول تساعد الناس اللي هم ما يقدروش يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي لوحدهم. فهم بنحاول ان احنا نوفر لهم حاجه ترجعهم لحياتهم الطبيعيه تاني، عن طريق ان احنا بنحاول اول نركز على الناس اللي عندها شلل والناس اللي عندها امبيوتيشن او بتر. ابتدينا الاول بالارم دي للناس اللي عندها بتر على في ايديها، بتركب
على مكان البث من غير اي عمليه جراحيه، وتبدا كمان ان هي تسنس او تحس بالاشارات العصبيه اللي ماشيه جوه المصل وتترجمها لحاجات مفهومه عن طريق المايكرو كنترولر، ونقدر ان الموتورز تفهمها، تقدر تحاكي الايد الطبيعيه كانت عايزه تعمله لو كانت موجوده. فالموضوع ده كله بيحصل في اقل من ملي سكند واحده. عظيم. يعني هي بتحاكي نفس يعني بتحاكي نفس الطرف، لا قدر الله حد فيه بتر او كده، هي بتحاكي نفس الطرف بالظبط، مفيش ديلي مثلا ما بينه وبين الحاجه اللي هو عايز يعملها يعني. بالظبط. عظيم جدا، عظيم. كمان هي ووتر اند دست بروف، بحيث ان لو اليوزر حب مثلا ان هو يخش ياخد شاور يقدر يستعملها في الشاور. هو احنا اصلا هو كان هيحب يستعمل ايده في الشاور. عظيم. طبعا عشان ما بتبقاش ان هي حاكمه في حاجه معينه او حاكمه بالظبط. برضه دست بروف، بس ان هو مثلا لو بيشتغل في موقع بنا او زيرو شغل خاص شويه تستحمل الموضوع ده. عظيم. عاملين موبايل ابلكيشن للارم بحيث ان هو يتست الحاجه نفسه، يقدر يتست الارم قبل ما يركبها. يقدر مثلا لو عنده صيانات عايز يعملها يقدر يشوف الصيانه الجايه تتعمل فيها ايه، تتنفذ بعد قد ايه التكلفه بتاعتها مثلا عشان يبقى عنده علم بالموضوع. اوكي. هو بالنسبه للصيانات عامه اتكلمنا على حته البطاريه بتعيش في رينج قد ايه مثلا؟ او البطاريه بتقعد شغاله معاك طول اليوم. تمام. اول داي باتري من اول ما تصحى لحد ما تنام. بغيرها كل قد ايه مثلا؟ بتغيرها على حسب استهلاكك للبطاريه. افريج مثلا من سنتين ل3. يعني مينيمم اقل حاجه بتقعد معاه سنتين، بحيث ان هو مش اقل من سنتين او 3. مش اقل من سنتين و3 علشان يرجع ان هو يعمل لها صيانه تاني. يعمل لها صيانه تاني، وهي سعرها مش غالي للدرجه، هي سعرها برضه متوقع. خلاص اوكي، عظيم جدا. بشكر حضرتك جدا. هو تالت مكان معانا او تالت لاب. تمام. حضرتك بقى عرفنا بالستارت اب، تمام، وبتقدموا ايه وايه الفكره بتاعته بكل اجاز كده سريع؟ طيب احب اعرفكم بينا، احنا شركه اسمها جونسيس لابس، هي شركه بتطور معامل افتراضيه للمدارس والجامعات والمؤسسات التعليميه. طبعا جونسيس لابس هي بتحل مشاكل كثيره من المشاكل اللي بتواجهها المدارس باستخدام المعاملات، من خطوره التجارب على المتعلم او صعوبه استخدام التجربه او احيانا عدم الاكسسبيلتي للتجربه للمتعلم. فاحنا بندي القدره للطالب ان هو ينفذ التجارب المعمليه من اي مكان في اي وقت بشكل سهل جدا بدون الحاجه الى مشرف بشري. وطبعا من مميزات المعمل ان هي بتشتغل على مالتي ديفايسز، يا اما تشتغل على اجهزه البي سي يعني بنشتغل تقريبا على اللاب، بتشتغل على كل الاجهزه. تمام. عظيم جدا. طبعا انا كواحد طبعا خريج علوم طبعا زي ما انتم عارفين، فالدنيا مبهدله معايا اساسا، ودي تجارب فعلا ما عملناهاش في اللاب خالص. فدي كستارت اب بصراحه الفكره شدتني جدا والفكره اتبسطت بيها جدا. طبعا في ناس خبراء هم اللي بيدوكوا الداتا ديت او الحاجه دي. بالضبط. عندنا فريق متخصص في الماده العلميه بيدينا الماده العلميه او الابلكيشن او طبعا دوكيومنتيشن لكل المواد، واحنا المهندسين عندنا بيطوروها لشكل سيميوليشن. ده طبعا ان هو بيفيد ان هو بيدينا نصمم سيميوليشن ريل وورد فينومينالز، وطبعا بيبقى فيه ريل وورد داتا اناليسيس. ده طبعا بيساعد ان احنا نعمل اكشوال سيميوليشن نوت ا فيك سيميوليشن. عظيم جدا. هسيبكم في شويه شوتات كده عن الديفايسز اللي بيشتغل عليها الستارت اب دوت. يلا بينا. من ضمن الديفايسز اللي بتبقى شغاله اللابتوب طبعا، تمام. ده بيبقى محاكاه بالظبط، سواء بتبقى شغالها على اللابتوب بتاعك او ممكن تشتغل على التابلت كمان. هنا بتبقى مكتوبه كل الخطوات بتاعه التجربه كلها، وتقدر تشتغل بيها وكل حاجه اكنك في المعمل بالظبط يعني. طبعا نعرض مور ديتيل للمتعلم، ان هو شرح المركب الكيميائي، يقدر يقرا بعض المعلومات عن المركب الكيميائي، الخواص للمركب الكيميائي. فاحنا بنغطي الجزء النظري والعملي برضو عشان نفضل المعمل يفضل فيه كونتنت او كتيره ان هي تفيد المتعلم. وهنا برضو ممكن يشتغل على الفي ار، تمام. ده الفي ار، دي النضاره نفسها، ودي الكنترول هاند نفسها، تمام. وده فيديو، ده بيبقى محاكاه بالظبط عن اللي انت المفروض تعمله جوه الفي ار عامه، او انت بتشتغل بايدك وتحس بكل حاجه اكنك جوه المعمل بالظبط.
سؤال تاني. تمام. حضرتك دلوقتي حلو كطالب في كليه علوم، عظيم. هل شايف ان المعامل الافتراضيه دي ممكن تساعدك في دراستك؟ مفيده قوي، هتساعدني قوي في دراستي بصراحه، مفيده قوي وهتساعدني في دراستي. وعامة الكلام ده انا بقوله لان انا دورت على ستارت ابس كتير وبصور مع ناس معينه، الناس اللي انا بقتنع بفكرتهم فعلا. انا اقتنعت فعلا بالفكره جدا جدا جدا، الموضوع مفيد جدا. زي ما قلت لك الديزاين بتاع المعمل بصراحه عاش جدا من الناس واقعي البروجرامينج، شويه صح؟ واقعي وحلو، وعارف في كل حاجه قدامك انت بتحتاجها كمعمل فعلا. احنا الكلام ده انا اسف ممكن بس البيت ده يديني ده، بس هو بجد مش موجود في علوم. في ماشي الاوفن موجود، مش عارف الحاجات دي موجوده، السيفتي ساينز موجوده، الحاجات دي كلها موجوده، بس كتجربه استمتاع انا شايف ان المعامل الافتراضيه احسن، خاصه الحاجات الدينجر قوي او الاكسبيرينس، التجارب الدينجر اللي كانت عندنا في الكليه. يعني في مره في معمل كيمياء عضويه، صحابي اكيد هيفتكروا الموضوع ده، انا عيني كانت هتطير، عيني كانت هتضيع بسبب تجربه من التجارب. فالموضوع حلو جدا 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 فوق ما تتخيل. فكره ان هو متاح على كذا جهاز، متاح على اللابتوبات، متاح على التابلت، كفي ار كمان. فيعني لا انا حاجه عظيمه جدا، واتمنى اتمنى اتمنى ان انتوا فعلا يعني تنتشروا في يوم من الايام في العالم كله، مش في الوطن العربي او في مصر بس. يعني انا حقيقي استمتعت يعني بجد بجد. شكرا ليك بجد. شكرا يعني ان انت الله يكرمك بجد. شكرا ليك ان انت خليتني اجرب الحاجه التجربه الممتعه ديت. ان شاء الله هنشتغل عليها. حاليا احنا شغالين بس على المدارس، ان شاء الله قريب هتخش الجامعات. عظيم. هم حاليا الفتره دي شغالين على المدارس وشغالين على التجارب بتاعه المدارس. يعني من موقعي هذا انا بتمنى لو حد فعلا سامع حد من الجامعات او مسؤول في الجامعات يتبنى الفكره دي، لان احنا عندنا معامل او تجارب زي ما انتم بتقولوا لنا الاجهزه غاليه جدا وما ينفعش ان احنا نشتغل عليها عشان ما تبصش. ليه احنا ما نجربش حاجه زي دي وحاجه بتبقى في صميم شغلنا؟ انا واحد كفيزياء حيوي وواحد كحاجات شبه كده، فكان في تجارب بتقولوا لي لا ما تشتغلهاش. فليه ما نتبناش فكره زي دي، والتجارب اللي كنتوا بتقولوا عليها لا وفي صميم شغلنا نشتغلها؟ فبجد لو في حد بيسمعني مسؤول في الجامعه يا ريت يعمل الحاجه دي، الحاجه دي هتبقى عظيمه جدا بجد. انا متشكر ليك جدا ومتشكر لحضرتك جدا جدا، وانا بجد شكرا جدا. شكرا لحضرتك. خلاص احنا اليوم بيختم والفلوج كمان خلاص بيختم، احنا وصلنا للنهايه. ولكن سريعا جدا الحاجات اللي انا اتعلمتها، يمكن اكتر يوم فعلا اتعلمت منه هو اليوم بتاع تكنو سامت. اول حاجه عايز اقولها لك ان من بعد ما انت تتخرج حرفيا وبدون مبالغه اللي بيتكلم عنك واللي بيتكلم عن شغلك واللي بيتكلم عن السالري بتاعك او بيتكلم عن الستارت اب بتاعك هي الارقام والاستاتكس اللي هي الاحصائيات يعني. فحاول يكون ليك شغل موثق، حاول يكون ليك احصائيات، حاول لما تيجي تتكلم بالارقام علشان الناس تقتنع. حتى بدليل السيشن اللي انا حضرتها عن المينتال هيلث وعن الهيلث كير او عن الميديكال كير والحاجات دي، كانوا بيتكلموا عن ان المينتال هيلث عامه او الصحه النفسيه بتاعه الاشخاص الموظفين او الناس اللي متخرجين من الجامعه او الحاجات دي كلها الاستاتيك بتاعتها او الاحصائيات بتاعتها عاليه جدا. السي او الناس الكوفاوندرز بتاعت ابلكيشنز كتيره ليها علاقه بالصحه النفسيه زي اسال وزي شازلونج وزي الابلكيشنز دي كلها، احصائياتهم وارقامهم والارقام الدراسات بتاعتهم والدراسات عامه بتقول ان الناس اللي بتجيلهم بيكون سنهم من 15 ل 40 سنه. ودي طبعا كارثه، لان الناس اللي المفروض اصلا تتبسط في السن ده من 15 ل 40 سنه ده السن اللي انت تتبسط فيه. ففكره ان يكون عندك منتال هيلث ديس اوردر او بعض المشاكل النفسيه عامه دي حاجه تقلق وحاجه تخوف، فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده او من البوينت ديت. فخلي بالكم من الاستاتكس او من الاحصائيات والارقام بتاعتكم عشان سوق العمل، سواء انت كنت متخرج او لسه هتتخرج او كنت في سوق العمل. حاول توثق الشغل بتاعك وحاول تنشط اللينكد ان بروفايل بتاعك، لان هو ده اللي بيتكلم عليك وهو ده اللي هتثبت فيه الاستاتكس والارقام. تاني حاجه خلي بالك من المنتال هيلث بتاعتك، خلي بالك من الصحه النفسيه بتاعتك. ما تتكسفش ان انت تطلب استشاري او تطلب حد متخصص في الموضوع ده. الصحه النفسيه او ان انت تروح لدكتور نفساني هي مش وصمه عار، واي حد يقول لك غير حاجه غير كده فهو
شخص انا بصراحه ما بحترموش خالص، يتبع في فلوج اخر. ولو عجبك الفلوج طبعا ما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب بتاعك وشير بقى، شير كتير. اعتقد انتوا عشتوا معانا تجربه الى حد ما لذيذه. سلام، استنونا في فيديو جديد، في فيديوهات تعليميه جديده وفيديوهات ليها علاقه بالنصايح وبالبرودكتيفيتي وفلوجات تانية قريب ان شاء الله. سلام.